غادي نجيب العام حتى واحد ما كيهضر القانون يا استاذ الشباب العام ما عندناش حنا نعقلوا ولا عام ما عندناش قانونيه لا غادي نقولوا ان شاء الله شوف احنا علمنا في الانترنت عبر الانترنت عبر الموقع كاع العلماء والعالم كله مستعد للخبط العالم عنده الخبط وانا ما عنديش هذا عنده شيء ما عنديش هذا شيء الباب الثاني في باب الصحة باش نكونوا واقعيين ماباش نخلط القانون وإلا كتبعوا الوزير فتح مجال النقاش غادي يكونوا في الحيطة ماشي قانون ياسين هذا ليس القانون كان داخل عام وعامين هذه كسبين نبقى قانون عطينا القانون ديالنا الحق ديالنا باش يديونا الفلوس وتخليونا معوقين خذي الفلوس مشى ما تقول لي انا عندي قانون عليك عطيني الحقوق ديالي الشريف ديال الشيطان ما تريش الشيطان الناس راه جمعيه ويبقى الارض ديالها 10 هكتارات وعقارات بالعقارات وعقارات صحيح وعنده عن رفع الجنسه اسمحوا لي اللي ما غاديش يكونوا قانونيين السجن تفضل السجن ثانيا شوف واش كاين تمثيل ولا ما كاينش تقول لي ما كاينش لا اعطيني غادي الشريف اسمح لي الشريف هذه القضيه تاع النساء القضيه تاع النساء والنساء الجبليه هذا تعدي تسجيل 10 راه الناس عندي تسجلوا انتم ما تديروش بزاف الناس عندهم على باش السنه اللي تستحق الناس عايزين يلعبوا السنه اللي ما تقولوش بس صح كل 10 على 10 السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم قبل ما بديو كاع حتى انا راني بحالي بحالكم انا مشارك غير الله يرحم الوالدين بغينا كلشي نوض بواحد النطاق غير بلاتي باش نتفاهموا هما راه معنوا على باش طريق الجلسه لان النظام ما كاينش السي بوجي دار غير واحد الراي اللي غير بلاتي ما تبقاش كلشي كنزكيو حنا بغينا كاع حنا مضرين ولا لا هما راه مضرين حنا نشوفوا كلشي بشويه خصنا ننظموا الله يرحم الوالدين حنا متسلمين وحنا هما موالين الاداب وموالين التربيه غير بشويه حنا هنا في القاعه ان شاء الله وهذه كلشي نشوف الله يحسن في بسبب كاين نقاط اللي خصنا نهضروا عليها واحد بواحد السي بوجي دابا قال النصاب ما كاينش واخا بصح راه كاين باقي الناس اللي تسجلوا شي يكملوا النصاب نزيد واحد 10 دقائق ربع ساعه يكملوا الناس التسجيلات ان شاء الله الا كان ممكن من اللجنه علاش كما قال واحد الاخ اللي سمعته من برا واخا كاين شويه هرج الناس راهم واحد مده واحد الدار نتاعو كاين واحد اسمه كنتمنوا ان شاء الله هذا النهار نكونوا ان شاء الله نوصلوا لهذا الحل هذا اذا كان ممكن خصنا كاع نتعاونوا ان شاء الله حنا كلنا قبل ما نقولوا حنا ولاد العيون حنا ولاد المغرب وكلشي عندنا فكره بان هذا المغرب يتطور كما راه كيتطور ايوا خصنا نبداو براسنا ان شاء الله وان شاء الله نزيدوا قدام وسمحوا لي لا شي حاجه ان شاء الله ليتجدد لقاؤنا يوم الاحد 27 نوفمبر 2011 على الساعه 10 بنفس المكان والله ولي التوفيق ولكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر الاخوان على هذه الساعه ديال الصدر ديالهم وعلى هذا التنظيم ديالهم لهذا اللقاء. في الحقيقه حنا هذا اللقاء اللي حنا نديروه اليوم كان بعض الوجوه ما كنعرفوهاش اصلا لان حنا كاع كاملين منخرطين. لو كان مثلا كان كدير ديك الجمعه العامه مثلا سنويا
كان هذه المشاكل اللي راح كنتكلموا عليها حاليا ما غاديش تكون. حنا كنجيو نسولوا الاخوان مثلا مجموعه ديال الاخوان ما كيعرفوش حتى المكتب والمسير. كنعرفوا ثلاثه الاشخاص اللي هما السي مصطفى، السي عصام والسي عبد الحق. اما بالنسبه للاخوان اللي كيكملوا 5 ديال المكتب ما كنعرفوهمش. حتى الظروف ديال مثلا غياب ديال واحد الشخص نعرفوا اللي كاين 5 الاعضاء، ولكن هما كاين 4 الاخوان ما كنعرفوش الخامس. هذه النقطه الاولى. بالنسبه للاخوان الباين اللي كانوا الاعلان اللي كانوا داروا على الجمع العام عن طريق سميتو في العيون 24 كينص على انه غادي يكون هذا النهار، ولكن مقر دار الشباب. والاخوان مجموعه ديال الاخوان في هذا الحد الان كاين مجموعه الاخوان اللي ما توصلوش بلي كونفوكاسيون تماما، وكاين اللي كان مشى كاع مشى لدار الشباب ربما يمكن ما جاش كاع اصلا. وكان مثلا كانوا توصلنا كاع بلي كونفوكاسيون ما كيبقاش عذر المنخرط انه هو كيتحمل المسؤوليه ديالو. ولكن مادام ان الاخوان ما وصلوا المهم الظروف ديالهم حنا ما نعرفوهاش، لان كان طرح تساؤل هما اللي ممكن غادي يجاوبونا. وهذا انا كنقول فروا هذا ما نقول لك صح. انا غير كنقول كنطرح واحد المشكل اللي هو حاضر حنا عندنا هو ان مثلا المساله ديال التواصل كانت غايبه بواحد الشكل ثاني، ولكن اللي مهم هو اننا نحن اجتمعنا النهار من اجل التنوير. الاخوان عطاو لنا في واحد سميتو ديال لي كونفوكاسيون اللي صيفطوهم لنا دايرين المسابقه التقرير الادبي والمالي وسميتو ديال المختلفات. حتى هذا مشروع كان ممكن ان نناقشوا حتى حاليا مشروع ديال جدول الاعمال. هما داروا الاخر حنا ممكن نناقشوا ديال مشروع كاين مشكل ديال النقاط ممكن القانون الاساسي ممكن كاين شي نقاط اللي ممكن تناقش داخل الجمعيه لان ما كانش عندنا فرصه باش اننا نعطيو الراي ديالنا. وشكرا على هذا الشيء اللي ممكن نقول لك. شكرا سيدي على هذه المداخله. وكنجاوب في نفس الوقت كنجاوب على تساؤل ديال الاخ بردوزي. بالنسبه لنا العمل الجمعوي راه كله تضحيه، وتفوتنيش الفرصه الاخوان باش الحضور الكريم ان هذا المكتب الغالبيه ديال الاخوان الحاضرين راه شافوا الظروف القاسيه اللي مرنا بها، الظروف ديال التصفيه تاع العقار، الظروف كيفاش تحفظنا الارض، الظروف حتى في جده وخاصه التجزئه والرحلات الماراثونيه اللي كنا كنديروها عبر الاقليم وخارج الاقليم. كنا كنديروا نصرفوا اسبوعيا تقريبا باش نوصلوا ان شاء الله نحققوا هذا المشروع طموح. والحمد لله تكلم الجهود ديالنا بالخير ووصلنا انه نجمنا نوصل الجزائر بتضافر الجهود ديال بعض الاخوان المنخرطين لم داخل المدينه، وخاصه كنقدم واحد الشغل خاص للاخوان اللي في مدينه التوريد زعما اللي وقفوا معنا بواحد الجهود جباره، وما كان حتى شي واحد اللي عاونا لا من قريب او بعيد. العمل الجمعوي كيبغي التضحيه ويبغي المشاركه والتشارك، لان حتى السياسه ديال مولانا صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله في اطار ما يسمى المشروع ديال الجهويه، المشروع ديال الجهويه الموسعه راه ما غاديش تنجح الاخوان ما كانتش الاشراف والتشارك والعمل الجمعوي والنسيج الجمعوي في المدينه. خصنا نكتف الجهود واليد بيد كما قال الاخ الوسيطي 4 ولا 5 الاشخاص راه ما يكدوا والو، راه الاولى التدخل ديالكم، السند ديالكم، الدعم ديالكم، التشاور والحوار معكم. سي الوسيطي كنا عقدنا لقاءات التواصليه ولو على واحد الشكل صغير، ما نذكروش ان الجمعيه دارت مجهود، ما نذكروش ان حتى انتم ضحيتوا وحتى انتم وسطونا ونورتونا الطريق. كنقولها دائما في اللقاءات اللي كنا كنديروهم هامشيا ومن خلال اللقاءات التواصليه جانبيه، كنت دائما نقول لكم على اننا كان نرتكب اخطاء، والانسان طبعا نسيان. انا مش كنقول عندي الكمال كمال الله سبحانه وتعالى، اخطات ونقدر نخطا، ولكن خير الخطائين التواب. وكنطلب الله هذه فرصه باش ننبهكم ان المشروع ديالنا الحمد لله تاع تجزئه العيون الجديده اللي كتبلغ المساحه ديالها 10 دولارات في طريق توريد راه مشروع ناجح بكل المقاييس. وكنسد لكم واحد البشرى اننا ان شاء الله كل واحد ياخذ البقعه ديالو في واحد الظرف قياسي وواحد الثمن ان شاء الله. غير انا عارف الهواجس ديالكم، راني انا واحد منكم، راني عارف كل واحد غادي ياخذ البقعه ديالو ان شاء الله بثمن مناسب، لاننا احنا ماشي شركه، احنا جمعيه
والجمعيه كان عندها واحد الهدف اسمه اللي هو اقتناء بقعه ارضيه، تجهيزها وتوزيعها على المنخرطين. غادي نوصلوا ان شاء الله لهذا الهدف اللي اسمه وهذا الرهان اللي كنا كنجيو وراه من 2009. وكنطلبوا الله يتفاهموا مع قضيتنا. المكتب نتاع الجمعيه راه في العماره ديال الزريوحي والباب ديالو مفتوح حتى نهار السبت مع الصباح، من الاثنين 3 4 الخميس الجمعه السبت مع الصباح مع 12. رحنا راه الاشاره للجميع التساؤلات ومرحبا بكم في كل ساعه. وشكرا. حتى القانون داير ماشي انا درتو. القانون انا نضرب لغه القانون. اذا كان مثلا ان واحد مثلا اللي عنده 5 سنوات تعتبره واحد وتعتبره واحد وتعتبره 5 تفضل. المنخرط 423 عندنا المنخرط 504 كيفاش واقعي ما تكونش 423 كيفاش هذا العدد 504 كاين اكثر منه وكاين شنو هو المشكل؟ واش كل واحد خدا نفس الشخص خدا استغل نيميرو النهار الاولى الاخ فاش كنا عاد في المشروع نتاع سميتو لو بلون دو لونتير، يعني تصميم التجزئه. التصميم ديال التجزئه كان عندنا واحد الطموح انه نقدروا نوصلوا حتى ل 500. كنا كنطمحوا باش نوصلوا ل 520. هذا المشروع الاول. ياك هذا المشروع نتاع التصميم ديال التجزئه عندنا الربح باش يكون فيه 520. علاش؟ لان الكلفه الاجماليه غادي تسقط في المنخرطين. اذا كان البلان غادي يطلب 7 مليون، فاش غادي تزاد لنا هذيك النسبه تاع 520 بلان غادي تنقص علينا 500,000 ولا 600 700,000 على الاقل. الا انه هذا التصميم ذاك المشروع ديال التصميم كنسميه مشروع تصميم التجزئه او التجزئه، كي كيمشي للجنه الاقليميه قسط الدراسات كيتجي ملاحظه اش كندير؟ حيدي هذا البلان، حيدي هذا البلان، حيدي هذه الشرطه ديال هذا، حيدي هذا. كتجي مجموعه تاع الاصلاحات على مستوى المشروع. والمشروع ديالنا التصميم ديالنا داز 11 مره 11 مره وهو كيدوز في اللجنه التقنيه. وخصكم تفهموا معايا يعني كي كنقول 11 مره وهو كيدوز راه فيها رحلات ماراطونيه على مستوى العماله وعلى مستوى الوكاله الحضريه في وجده. حتى الاخر استقر الراي ديال اللجنه الاقليميه المحترمه انه جمعيه الضحى تجزئه العيون الجديده غادي يبقى في التصميم ديالها ديال الله 423 بقعه. هذا هو اللي كاين. وبالنسبه للغير اللي عندهم معليش غادي يقول لك تصلح هذاك راه غير تنقيص السوري. الله يبارك راه ماشي راه المنخرط كينخرط في الجمعيه ماشي على حساب البقعه الارضيه. واخا ندار حتى 600 بقعه ارضيه راني غادي نخرط في الجمعيه باسم الجمعيه ماشي باسم البقعه الارضيه اللي فيها 560 اموال. واخا تكون حتى 600 بلان المنخرطين الجمعيه محددين في 300 ولا 400 داك الشيء اللي ينخرط في الجمعيه يكون هذاك هو العدد. ما غاديش تقول له على تقول له هو اللي غادي يعين. راه ما يمكنش هذا السيستم. النقطه هذه اللي كيهضر عليها الاخ يعني بدل من نصوبوا اون ليست دي نيميرو من واحد حتى 423 هذوك اللي مثلا عندهم نيميرو 500 هكاك هذوك موديفي لهم النيميرو ديالهم باش هما غادي ان شاء الله كلشي غادي يتسير. عند كل واحد نشكر سي الدولي ونشكر سي جمال. كاين مجموعه تاع الفوات وزادوا احنا باش نوصلوا للخطر وكذلك تكون اخطاء وكلنا كنكتبوا اخطاء وشو ان شاء الله جميع ان شاء الله غادي يكون شي مسك كنشكركم على اللقاء وكنشكر انا خبرتكم 27 نوفمبر 2011 شهر داخل مع 10 شهور في نفس الموقع وشكرا لكم.